في 14 أفريل سنة 1994، وفي عز سنوات الرعب في الجزائر، كان بوشاشيا مصطفى يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية الأربعاء بولاية بومرداس، وهو يعلم جيدا أن هذا المنصب لم يكن شرفا بل حكما بالإعدام، فقد سبقه رؤساء بلديات تمت تصفيتهم واحدا تلو الآخر، وكل من يقبل المنصب كان يعرف مصيره مسبقا، رغم تلقيه تهديدات متكررة تطالبه بالاستقالة، رفض الهروب، وكان يقول: إذا خفنا جميعا وهربنا فمن سيبقى؟ بل ذهب أبعد من ذلك وقرر التبليغ عن هذه التهديدات لدى الشرطة. لكن في نفس المساء تم اغتياله بوحشية باستخدام السلاح الأبيض بالقرب من منزل عائلته. لم تنتهي المأساة هنا، ففي يوم جنازته قامت جماعة إرهابية بتفجير سيارة مفخخة من نوع مازدا، حيث انفجرت بالقرب من منزل رئيس البلدية، في مشهد زاد من رعب سكان المنطقة الذين كانوا يعيشون تحت تهديد يومي بالموت. في تلك الفترة لم يكن الاستهداف يقتصر عليه فقط، بل كانت عائلته كلها مهددة، حتى أقاربه من رجال الأمن والإعلام، منهم شرطي وبعض الصحافة الذي يشتغلون في التلفزة الحزائرية ENTV آنذاك. قصة بوشاشيا مصطفى ليست مجرد حادثة اغتيال، بل تجسيد حقيقي لسنوات العشرية السوداء في الجزائر، حين كان البقاء في المنصب شجاعة والموت نتيجة متوقعة. ليبقى السؤال: كم من الأسماء اختفت فقط لأنها رفضت أن تترك مكانها؟